عايز اقول لهم بس حاجه بسيطه جدا. اكرم واشرف ليك وليا اني اطلع اصارحك باللي جوايا، ولا اني اكذب عليك باللي انت عايز تسمعه. ايه بقى؟ يعني انا مثلا لما اكون شايف وفقا لوجهه نظري، وفقا لبعض الحسابات المنطقيه، ان الزمالك هو نادي القرن وان الموضوع ده اتلفق. انت عايز تفتح انا نادي دلوقتي مش القرن. شخص مجنون، انا مش شخص مجنون، يعني انا مش معتوه. انا بقول لك عندي اسبابي. اسمع اسبابي. ايه اسبابك لنادي القرن؟ هقول لك اسبابي، بس انا في الاول بس عايز اقول لك حاجه. اسمع اسبابي. بعد ما تسمع اسبابي مش مقتنع بيها خلاص مش مهم. يعني انا ما مسكتش مثلا خرزانه وقلت لك لا ان الزمالك نادي القرن، اي حد يتكلم لا الزمالك نادي القرن، عمال اضرب يعني اي حد ما على حدش فكره يتكلم. انا عملت الموضوع ده وكنت ضيف في اكتر من برنامج، وده اللي ضايقني من بعض الاعلاميين ان انا ضيف، فواحد بيسالني ايه رايك في نادي القرن، فانا قلت له انا شايف ان الزمالك نادي القرن، فراح جايب لي حته وقال لي انت هتقعد توجع لنا دماغنا بقى، انت مالك؟ يعني انت مالك؟ انا بقول رايي. بعدين انا عايز انت اسالك سؤال يا مالك؟ كابتن خالد. لما الاتحاد الافريقي يقول الاهلي نادي القرن ويعتمد الاهلي نادي القرن وامه لا اله الا الله بتقول الاهلي نادي القرن ويطلع شخص ضعيف فقير الى الله يقول انا مش مقتنع، ليه الذعر ده كله بيحصل؟ يعني ليه الذعر ده؟ انت بتخبي حاجه؟ انت عامل حاجه غلط مثلا فخايف تتكشف؟ يعني انا دلوقتي لما اجي اقول لك يا كابتن خالد انت ما كنتش بتلعب في الزمالك، هتقوم قايل لي ايه؟ طب حاضر ماشي حاضر، هاتوا له حاجه يشربها. مجنون اكيد، انا بقول لك حاجه مجنون صح؟ لكن لو انت فعلا ما كنتش بتلعب في الزمالك ومخبي حاجه، فانا قلت لك كابتن خالد انت كنتش بتلعب في الزمالك لازم تبانيك. يعني انت حاسس ازاي بتتكلم؟ النادي قلقان، الاهلي قلقان من نادي القرن دي يعني. الناس الاهلي ما اتكلمش، الاهلي رسميا ما حدش طلع يتكلم بس انا بستغرب الناس. ليه بقى؟ تعال نتكلم بقى ليه الزمالك نادي القرن؟ ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي يا كابتن خالد نادي القرن في افريقيا هو النادي اللي اخذ بطولات اكتر. تمام؟ ده مقياس لوجيك ولا مش لوجيك؟ انا عايزك انت تتبنى وجهه النظر المعارضه. ماشي. عشان ما نبقاش احنا الاثنين قاعدين يعني ايه بنقسم عامل فيها مع بعض. مراد فهمي النهارده. بالظبط كده. تمام. انا دلوقتي عايز اقسم الناس في 100 سنه كوره مين فيهم هو نادي القرن. بس عايز اقول حاجه. قول لي. بطولات افريقيا ابتدت سنه كام؟ لا ما انا فاهم. سنه 67. ما انا فاهم، بس القرن بدا حاجه كده. القرن بدا يعني احنا دلوقتي بنتكلم على القرن يعني ما حدث في خلال القرن العشرين. في خلال القرن. تمام كده. فانا عايز اشوف وخد بالك في فرق بين نادي القرن وفي فرق القرن في الكوره ونادي القرن كنادي. لا مفيش حاجه اسمها نادي القرن كنادي. اسمه فريق القرن. يعني تمام. فريق القرن، لان نادي القرن ده حلو. حاجه ثانيه، لان مثلا في اليد ممكن تلاقي حد ثاني، في الطايره حد ثالث، في الباسكت حد رابع. يعني نادي فريق القرن. خلينا نتكلم بقى في الحته اللي هم في الكوره يعني. دلوقتي انت عايز تقول مين نادي القرن في افريقيا؟ وانا عايز اكرر تاني جمهور النادي الاهلي اللي قاعد بيسمع اسمع، اقتنعت اوكي، ما اقتنعتش اوكي، دي مجرد وجهه نظر ما بتوجعش حد. التي لا قيمه لها. لا قيمه لها كابتن مدحت شلبي على الاطلاق. تمام. المهم، فمين النادي اللي خد بطولات اكتر؟ نادي الزمالك خد 9 بطولات، النادي الاهلي خد 7 بطولات. الزمالك نادي القرن سهله خالص، بسيطه جدا. اي طفل صغير بيعرف يعد على صوابع ايده، هيعد لغايه 9، بعدين يعد لغايه 7 يقول لك 9 اكتر من 7 يبقى الزمالك نادي القرن. تعال يعني ايه نخش اعمق من كده شويه. هل البطولات دي زي بعض ولا في بطولات اقوى من بطولات؟ لا، في بطولات اقوى من بطولات. متعارف عالميا ان بطوله الدوري اقوى من بطوله الكاس. صحيح. بالتالي البطوله القاريه اللي بتضم ابطال الدوري اقوى من البطوله القاريه اللي بتضم ابطال الكاس. صحيح. صح. اللي هو بطل الدوري في بلده غير بطل الكاس في بلده. ممكن نادي درجه ثالثه ياخد بطوله الكاس. العرف والتسويق و كل الناس بتتجه لبطوله ابطال الدوري اللي بيتعمل لها كاس عالم انديه. هقول لك حاجه، واللي بيلعب بطل السوبر بطلها بيلعب في السوبر على ملعبه. وكلنا عارفين والافرو اسيوي كان اللي بيمثل افريقيا بطل هو الدوري، بطل ابطال الدوري. هايله النقطه دي. وكلنا بنتفرج على الشامبيونز ليج. كم واحد بيتفرج على اليوروبا ليج؟ طب انا هقول لك على حاجه ثانيه. كم واحد من اللي بيتفرجوا عليا دلوقتي عارفين ان بطوله ابطال الدوري في امريكا الجنوبيه اسمها الكوبا ليبرتادوريس؟ كتير جدا. عارفين البطوله الثانيه اسمها ايه؟ ده سؤال الحلقه. خشوا على جوجل كده ودوروا. اسمها كوبا امريكانا سود. كوبا سود امريكانا تقريبا، او كوبا امريكانا سود. انا كمان ما كنتش اعرف قوي، انا بحثت عنها لان هي مش مشهوره. ليه مش مشهوره؟ لان دي البطوله الاقوى. تمام. يبقى احنا قلنا ان بطولات اكتر يستحق ان يكون نادي القرن. ولو دخلنا اعمق من كده هنقول ان اللي خد البطوله الاقوى اكتر يستحق اكتر واكتر يكون نادي القرن. نقط اكتر. الزمالك ما يبقاش النقط زي بعض قصدك. الزمالك اخذ كام بطوله ابطال دوري؟ 4 مرات في القرن ال20. الاهلي اخذ كام مره؟ مرتين. طب يبقى كده عدد البطولات بيصب في مصلحه الزمالك، وعدد البطولات الاقوى بيصب في مصلحه الزمالك. حلو كده؟ تمام. يبقى ايه اللي حصل بقى؟ يعني الناس دلوقتي حد ممكن يقعد يسمعني يقول لي طب ما انت بتقول كلام والله جميل اهو، امال ايه اللي خلى الاهلي نادي القرن؟ ليه بقى الاهلي بقى نادي القرن؟ لان الحسابات اللي تم بناء عليها احتساب نادي القرن احتسابات مش فير خالص على الاطلاق. ليه بقى؟ قال لك اللي خد البطوله القويه قوي دي واللي خد البطوله الاقل دي واللي خد كاس الاتحاد الافريقي زمان، عشان بس الناس ما تعرفش، كان بطوله في حاجه اسمها بطوله ابطال الكاس، بطل الكاس بيلعب في بطوله افريقيا، وفي كاس الاتحاد الافريقي بيلعبها، دي بطوله بيلعبها الانديه اللي فازت على المراكز من الثالث للخامس. يعني مثلا نادي الكنافه الجابوني يخش نادي العرسه كده. كلهم اللي ياخد البطوله دي ياخد 4 نقط. هل ده فير؟
اكيد مش فير، اكيد مش اللي ياخد البطوله القويه والبطوله الاضعف ياخد 4 نقط. دي اول مصيبه. المصيبه الثانيه، وصيف البطوله ياخد كام؟ 3 نقط. طب اللي قبل النهائي ياخد كام؟ نقطتين، يعني اوصل قبل النهائي مرتين زي البطل. انا واخد 3 بطولات مع الزمالك، وواخد وصيف البطوله سنه مع الترجي 94 ما اتغلبنا من الترجي في نهائي. انا واخد وصيف بطوله تمام. وكاس السوبر لما بتخسره ما بتاخدش ولا نقطه، بس لما تاخد السوبر بتاخد نقطه. تمام. انا واخد 3 سوبر مع النادي الزمالك، واحده سوبر ما خدناهاش، والافرو اسيوي مش محسوبه خالص. لا، ما انا جاي الافرو اسيوي لسه. تمام. طب افرض خرجت من الدور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا تاخد نقطه واحده. انت عارف يعني دور الثمانيه زي بطل السوبر بالظبط. ده يعني مش بس بطل كده. السوبر في افريقيا ياخد نقطه، واللي يخرج من دور الثمانيه ياخد انت نقطه. لو ربنا يعني انت مثلا نادي الكنافه الجابوني، بما ان احنا استشهدنا بيه، يعني لو وصل في رمضان يعني فاتغلب 10-0 20-0 35-0 40-0 وخرج الرابع، خد نقطه. دخل السنه اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها 4 مرات زيه زي بطل افريقيا. هل ده فير؟ مش فير. طيب هيقول لك ما انت ما اعترضتش ليه؟ ده الحاجات دي نازله من 96. انا جاي لك كل الحاجات 94. يقول لك 94 دي اكذوبه على فكره. مفيش اي حد طلع دوكيومنت واحده. ايوه صحيح. 94. لا طلع لك دوكيومنت ان هو في تفكير في جورنال الاهرام. تفكير في يعني جورنال الاهرام لما يفكر كتب قال لك احتمال جورنال الاهرام لما يفكر يبقى ده anyway. ده مش مستند يعني قصدي. فانا شايفه انفير لانه ادى لبعض الناس حقوق مش حقوقهم. طب يا ترى الحسبه دي افادت الاهلي؟ افادت الاهلي. فكره ان انا احسب الثاني كام والثالث كام والرابع كام دي ادت الاهلي 16 نقطه من ال 40 اللي هو اخده. الزمالك استفاد بكام نقطه بقى؟ كام؟ 13. ادي 3 نقط. تمام كده؟ 3 نقط. يبقى انا كده ما حسبتلكش عدد البطولات، ما حسبتلكش عدد البطوله، عدد فوزك بالبطوله الاقوى، عملت لك حبشتكنات كده، طلعت الاهلي فوق الزمالك ب3 نقط. تمام. تعال بقى للسوبر. يعني السوبر اللي هو بطوله بين بطلين، هي مباراه واحده انا عارف والله، بس بطوله بين بطلين بيكسبها، في حد بيكسبها على الاقل نقطتين. يعني في 90 دقيقه انا بخش العب قدام بطل وبكسبه. مانيش زي الكنافه الجابوني اللي اتغلب 90,000-0 وخد نقطه. هل ده يساوي بده؟ لا. طب مين اللي واخد السوبر اكتر؟ الزمالك 3 بطولات. طب ده ما يخليكش تحس ان في حاجه غلط؟ يعني كل حاجه الزمالك مميز فيها. طب افرو اسيوي، خش على افرو اسيوي الزمالك خدها مرتين، الاهلي خدها مره. قال لك لا غير معترف بيه. طب يا جماعه خلاص مصدقينكم غير معترف بيه. طب تعالى بقى نعد مين بعد سنين طويله مين اكتر نادي في العالم اخذ بطولات؟ نادي الاهلي. تلاقي محسوبه الافرو اسيوي. طب انت ليه ما حسبتهاش المره دي؟ يقول لك لا اصل دي بطوله بين قارتين مش الاتحاد الافريقي. ايوه انا مثلتك كافريقيا وخدتها، في غيري مثلك وما اخدهاش. انا وهو زي بعض ازاي؟ زي بعض ازاي؟ صح ولا غلط؟ تمام. اذا القصه بمنتهى البساطه. لا في نقطه اخيره على فكره بقى انت لما في نقطه اخيره اتفضل. اما تكون انت مين اعلى تجمع رياضي في العالم؟ كاس العالم. لا الاولمبياد. تجمع رياضي. انت عايز تتكلم على الاولمبياد على فكره. اما بتاخد ذهبيه بس التجمع كروي يعني. البلد لما بتاخد ذهبيه بمليون فضيه. بمليون فضيه. يبقى ده اذا مفهوم الدورات الاولمبيه مفهومها حلو. ان البطل له الافضليه لا يساوى تمام ب 500 تاني. ده الاولمبياد اللي قالت مش احنا مش انا ولا انت. تمام كده. اذا احنا بنريفير لي او يعني بنستند الى يعني امور عالميه متعارف عليها عالميا. يعني احنا مش قاعدين مثلا بنخترع. ما ممكن حد يجي برضه يرد علينا يقول لنا ايه؟ طب انتوا مش عاجبكم اللي حصل وعايزين تفصلوه على مقاسكم. لا ده مش مقاسي، ده مقاس الاولمبياد. طب اقول لك حاجه بقى رجعا تاني. والله انتوا ناس يعني ضايعين. ايه الكلام اللهبل اللي انتوا بتقولوه ده؟ انت واحمد عفيفي او طب اقول حاجه لذيذه. طب هو يعني ليه يعني يحصل كده يعني؟ فلما تيجي تقول ان اللي حط دوت هو رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي بعد عيسى حياته مصطفى مراد فهمي، بس هو في نفس الوقت عضو مجلس اداره الاهلي. سبحان الله. فهنا السؤال، هل ده لا يشوب اي شبهه؟ يعني مثلا وانا قلت مثال، لما يكون مثلا مرتضى منصور مثلا هو رئيس المكتب التنفيذي ورئيس نادي الزمالك وعمل الحسبه دي فطلع الزمالك بطل القرن، لا عادي ما تتكلمش. هل ده هيقبل بالنسبه للجمهور الاهلي؟ هل ده مثلا مش هيشوبه اي تفكير ان في تظبيطه؟ انت كده يعني انت كده بتثير انت عارفين يا جماعه ان مصطفى مراد فهمي كان عضو مجلس اداره الاهلي من 92 ل 96 بتعيين من الكابتن سليم. عارف طلع ليه؟ خرج ليه؟ ما كملش بعد كده مع كابتن ليه؟ عشان خاطر هو استقال قبلها بشويه، عشان خاطر الاتحاد الافريقي قال له ما ينفعش تبقى انت عضو مجلس اداره في نادي وانت رئيس المكتب التنفيذي ل 53 دوله ب 8000 نادي. فانت ازاي تكون بتمثل عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الافريقي وعضو في نادي هو من ضمن
الانديه بتاعت افريقيا اصبحت انت كلها. الخصم، اصبحت انت فعشان الخصم كده والحكم. بالظبط كده. فهنا بيطرح يعني انا مش عايز اقول الراجل في حاجه، بس ده بيطرح شبهه. لا هي القصه يا كابتن خالد بمنتهى البساطه، احنا دلوقتي ما طلعناش اتهمنا حد. اه انا بقول لك اهو يا ساده المشاهد الاهلاوي الكريم، لو سيادتك قاعد بتتفرج على حاجه مش لوجيك على الاطلاق، بتتحكم في تقارير مصير من هو الافضل في القرن، مش بطوله ولا ماتش، في القرن، ولقيت القائمين على الموضوع بينتموا لنادي حطوا الكرايتيريا او المعايير بشكل غريب جدا افادت النادي، انت وانت قاعد بقى مكانك كده على الكنبه بتتفرج على كده مش حاسس بحاجه؟ يعني مش يعني المفروض ان انا مثلا ما اشكش. ما في ناس تقول لك ايه يا جماعه الموضوع خلص بقى له 20، يعني ايه خلص بقى له 20 سنه؟ ما هو انا لما قلته كده مثلا، يعني لما طلعت اتكلمت معاك دلوقتي كده، او انت لما تطلع تتكلم، هل حاجه حصل حاجه؟ يعني احنا بنضر مثلا في امن قومي مثلا بيتضرر في اللي احنا بنقوله؟ الموضوع بقى له 200 سنه 300 او 200 سنه ننسى؟ طيب. طب انا اقول لك على حاجه، يعني هل مثلا لو مثلا دوله احتلت دوله فبتقول لهم اطلعوا بقى يا جماعه انتوا لسه احنا قاعدين بقى لنا كتير بقى خلاص احنا اصحاب بقى، اصحاب بيت يعني يعني خلاص الحق لا يسقط بالتقادم، الحق لا يسقط بالتقادم. احنا بنقول اللي احنا شايفينه حق، وده حق بتاع سنين طويله واجيال. هقول لك حاجه برضه في راي، ما كمال درويش كان حبيب حسن حمدي ساعتها وعمل له اعلانات على كوبري ليه ما الاهرام اعترضش؟ وما اعترضش، ودفع حتى 1,600,000 غرامه ابراهيم سعيد ساعتها، والراجل اللي يعني عامل فيها الزملكاوي اللي هو جاب لكم بطولات كتير كان حقيقه مطنش وكبر دماغه. يعني انتوا جايين تتكلموا ليه اذا كان المسؤولين في مجلس اداره الزمالك طنشوا؟ لا يعنيني، لا يعنيني. نادي الزمالك في وجهه نظري هو نادي القرن مش كمال درويش. انا مش بدافع عن كمال درويش. لو كمال درويش قصر مع كامل الاحترام ليه يعني فدي مشكلته، يحلها مع الزمالك ويحلها مع جماهير الزمالك. لكن انا مش معنى ان انت قصرت ان انا خلاص مع اصحاب الشأن. هم مش هو صاحب الشأن، صاحب الشأن الجماهير. هو النادي يا كابتن خالد ملك لمين؟ ملك الجمهور. ملك الجمهور. كان في كمال درويش، بقى في ممدوح عباس، بقى في مرتضى منصور، هيبقى في ناس تانية، كان في نور الدالي. مع كامل احترام لكل الاسماء يعني. خلاص الناس دي كلها بتروح، الجمهور هو اللي باقي، ده حق الجمهور. وحقك انت بقى يا كابتن خالد والناس اللي عرقت في الفانيلا على مدار السنين دي كلها. لو انت وانت بتعرق في الفانيلا ما كانش عندك مجلس اداره يحميك، مش معنى كده انت خلاص تترمي في الشارع، ومش مهم انت بقى، مش مهم مجهودك ومش مهم تاريخك ومش مهم لان هم خلاص ما حافظوش عليك. طيب نرجع تاني ونروح لحاجه مهمه، نقفل القصه دي تمام ونروح للانتقالات اللي هي وجع الدماغ. حد بس زعل مننا في حاجه يا جماعه؟ لو حد زعل مننا في حاجه انا عايز اقول لكم ان انا يعني هتكلم في الموضوع برضه. طيب عايز اقول حاجه، صالح جمعه طلع على الهواء مباشره، امبي بيقول لغايه دلوقتي لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هات عرض، وفي نفس الوقت اللاعب على الهواء قال انا اهلاوي ومضيت تاني وكل حاجه، في عقد ثالث حمدي ثالث وهو عمد ثالث. وامبي هل امبي مش على علم يعني ولا امبي عارف صالح جمعه مفهمهم، هم فاهمين صالح جمعه وان هو في الاهلي؟ ما هو حاجه غريبه ان انت يكون لاعب فاضل له 3 سنين في عقده، او امبي اتعلم، امبي بيقول للزمالك هات عرض. تفتكر امبي اتعلم من سعد الناصري؟ تفتكر يعني ذكي يعني؟ تفتكر الراجل بصراحه هو عايز يعلي انا شفته معاك على التليفون، الراجل حريص حرص شديد. لا مش سهل. قال لك احنا ده راجل بيمتلكوا بطاقه ايفونا ومبروك عليهم ايفونا والحمد لله خلاص ما مش هقول لك اكتر من كده. طيب تعالوا نروح لصالح جمعه نشوف قال ايه مع الكابتن احمد شوبير ونرجع لكم تاني. طبعا مبين حضرتك عارف ان العقود الجديده اتغير لي. نعم. وكنت لازم طبعا امضي على العقود الجديده لان العقود القديمه اللي كلها مضيتها يعني